السلام عليكم. احنا هنا في طريق مصر اسكندرية الصحراوي الكيلو 70. بنصور مزرعة 10 فدادين، 10 فدادين على راسهم فيلا على مساحة فدان بالجنينة بتاعتها، و9 فدادين زراعات ورا الفيلا. الأرض عقد ملك نهائي خالص، التمن من الدولة، معليهاش جنيه، مسجلة شهر عقاري بتاعت شخصية معروفة في البلد من المشاهير، ومعروضة للبيع. الفيلا من جوه تشطيبها محترم، بس للأسف مش مفتوحة النهاردة. دي الجنينة بتاعت الفيلا. ده شجر مانجا في الجنينة. الفيلا دورين، تشطيب سوبر لوكس. ده شجر مانجا، طبعا في إهمال. الأرض 10 فدادين. الفدان الأولاني واخد خط رئيسي عمومي، ملوحة المية فيه 400 جزء في المليون، و بقية الأرض شغالة بري تاني اللي هو الزراعة، شغالة بري ارتوازي. الملوحة بتاعته احنا هنا في الآخر اهو، يبتدي ال9 فدادين اللي ورا من عند البوابة ديت، الظهر بتاع الفيلا. الملوحة بتاعته 2300 جزء في المليون. لو عايزين ندق بير ونطلع ملوحة 300 جزء في المليون، بيتكلف بالترومبة الغطس بتاعته الألماني حوالي 300 ألف جنيه. البير بالمواسير بتاعته بالترومبة الغطس بتاعته. ده تين برشومي، بسم الله ما شاء الله. المية هنا دي الجنينة هنا كلها بتروي من الخط العمومي اللي هو 400 جزء في المليون، بسم الله ما شاء الله. وده مشمش، دي شجرة مشمش جنبها. طبعا هو يعني محدش، صاحب الأرض مش بيجي كتير الفترة دي. ده الشجر اهو، حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة. زي ما قلنا الأرض اللي ورا الملوحة بتاعتها ال9 فدادين ملوحة البير بتاعتهم 300 جزء في 2300 جزء في المليون. لو عايزين نجيب ندق بير نجيب ال 300 جزء في المليون زي قطع الأراضي اللي جنبنا، بندق بير بيتكلف حوالي 300 ألف جنيه بالترومبة الغاطس بتاعته، ما بيعديش المبلغ ده. بنجيب مية ملوحتها 300 جزء في المليون، بنزرع عليها كل حاجة. لو عايزين نزرع موز بنزرع موز. الكهرباء ريفي، والأرض عقد ملك نهائي خالص، التمن من الدولة، مسجلة شهر عقاري، و مطلوب في الأرض 6 مليون جنيه. مطلوب في ال10 فدادين 6 مليون جنيه.
ارض جميله جدا ومميزه. طبعا هي عشان شويه الاهمال اللي فيها والكلام دوت، لما ينضف ويشتغل الدنيا تتغير خالص. هنا ده المنظر حاجه محترمه جدا، حاجه تانية خالص. ممكن يتعمل حمام سباحه طبعا هنا في النص، بحاجه جميله جدا تحيي الفيلا. والارض على الاسفلت من الطريق الصحراوي على طول. بيننا وبين الصحراوي حوالي 20 كيلو اسفلت. بيننا وبين طريق الضبعة 5 كيلو. فمنها الناس اللي يعني لو في نصيب لحد من القاهرة أو من 6 أكتوبر بياخد طريق الضبعة وينزل 5 كيلو يبقى في الأرض على طول. وده أحسن دلوقتي من طريق مصر اسكندرية الصحراوي. في المستقبل القطر الكهربائي هيبقى شغال بالطريق الفرعي اللي جنبه، فهيبقى بيننا وبين الصحراوي برضو حاجة زي 5 كيلو، هيبقى زيها زي الضبعة. يعني الكلام ده خلال 2 سنين إن شاء الله هيكون موجود. الدولة شغالة بأقصى جهد في كل حاجة، والتنفيذ عالي جدا وسرعة جدا في الأداء. فيعني بالكتير 2 سنين هيبقى الكلام ده كله خلصان. لكن الأرض كموقع وكورق وكإمكانيات إمكانياتها عالية جدا. وفيلا كمان دي فيلا كبيرة، دورين، ومعمول فيها كمان الحيطان اللي فيها معمولة بطريقة جميلة جدا، معمولة صفين. يعني الجدار الواحد، أي جدار في الفيلا مبني على صفين بينهم طبقة عازلة، دي بتعزل حرارة الجو عن الداخل في الصيف، والرطوبة في الشتاء. فدي يعني دي تكلفة جامدة جدا وحاجة محترمة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وأرض دي أرض مميزة، وربنا يبارك لصاحب النصيب. والسلام عليكم.